الله يسلمك يا كابتن، الله يسلمك. يعني ارجوك تطمنا على اللي بيحصل في بورسعيد عندنا. انا اهوت قدام فندق هيلنان في بورسعيد، ما فيش اي حاجه، اجواء هاديه جدا، ما فيش اي حاجه من اللي بتتداولوا المواقع او بتبصوا المواقع الالكترونيه. العمليه هاديه جدا جدا، ده مهرجان رياضي بالنسبه لبورسعيد. فريق نادي الزمالك داخل في وسط حراسه مشدده جدا جدا، ما فيش اي حاجه. لوح ازاز داخل الفندق، لو في اي حد من معسكرتك من اي موقع يصور الازاز اللي متكسر داخل جراج الفندق، ما فيش اي حاجه. داخل ايه يا فندم؟ داخل جراج الفندق. الجراج يعني بس داخل الباركنج بتاع الفندق. يا محسن بيه، اللي قاله لي سياده المستشار جلال ابراهيم بناء على مكالمه من الكابتن ابراهيم حسن، في لوح ازاز متكسر. تمام، ان هم ماشي داخل الباركنج بتاع طب بس لحظه يا فندم بعد اذنك. اتفضل. هو قال انه كانوا رايحين فندق، غيروا الاتجاه لفندق تاني خوفا بعد ما الازاز اتكسر يا فندم بتاع نهائي. هم مقيمين، الحجز كان في فندق هيلنان، موجودين حاليا في فندق هيلنان، ما فيش اي حاجه. هل الازاز ده اتكسر بفعل حد من الجماهير يا فندم؟ نهائي ما حصلش الكلام ده داخل في وسط حراسه قوات الجيش وقوات قوات الامن المركزي، العمليه هاديه جدا. طب امال الازاز اتكسر ازاي يا محسن بيه؟ بس داخل الباركنج احتمال كبير بنسبه 99 يكون تكسير داخلي. يعني بس يا فندم بس معلش يعني بالراحه، يعني انت شايف اللعيبه قاموا كسروا الاتوبيس او حد من الاداريين مثلا؟ والله يسالوا عن كده، لكن انا بقول لك اللي انا عارفه واللي انا شايفه قدامي ان مفيش اي حاجه داخل مدينه بورسعيد. الفريق دخل وصل لغايه الفندق سليم. الزجاج ملقى على الارض في الباركنج بتاع الفندق، مفيش اي حاجه. يعني الازاز اتكسر جوه الباركنج؟ داخل الباركنج الازاز ولع داخل الباركنج يعني بعد الوصول للفندق. بس حضرتك برضو يعني معايا واحده، هل من الممكن لاعبين يحطموا الازاز؟ هل من الممكن يعني ايه المشكله في وسط الاجواء الوقت؟ الهدف يعني انا داخل عايز اكسب. غلط ثاني. انا عايز اكسب جمهور بورسعيد في حضني، وعايز اعرفهم ان انا جاي العب مباراه كوره، وبالتالي هعمل اي حاجه عشان الناس يعرفوا ان احنا اخوات واصحاب، مش محتاج ان انا اجج الموقف او اشعله يا فندم. يعني من الممكن ده وجهه نظر سيادتك بتقول كده. نعم. لكن وجهه نظر اي طرف ثاني من خلال 4 أو 5 ايام في الجرايد والمواقع الالكترونيه، وطبعا سيادتك شايفها، ما بتقولش الكلام ده نهائي. طيب يعني انت بتؤكد انه ما حصلش؟ انا بؤكد. طيب خلينا نتجاوز عن ده، يعني ايه، خلينا نتكلم في بكره، يعني بلاش ده. وان كنت انا شايف انه من المستحيل انه لعيب او اداري يحطم الازاز، ده قناعتي الشخصيه، وممكن يكون عيل ولا عيلين صغيرين، ماشي. خليني اقول لك بكره بقى، لانه بكره الاهم. بكره انتقال نادي الزمالك من الفندق الى الملعب الى التسخين الى جمهور نادي الزمالك. كيف نوفر اجواء طيبه عشان نعمل مهرجان طيب يليق باسم هذه البلد الجميله بورسعيد، وهذا النادي الكبير النادي المصري، ونادي الزمالك بقيمته وتاريخه يا فندم. وباذن الله ده اللي بكره هتشوفه ان شاء الله. يعني حضرتك مطمئن تماما لجماهير المصري؟ تماما باذن الله، ما فيش اي حاجه من ناحيه جماهير المصري ولحمايه جماهير الزمالك ان شاء الله. مخصص لهم مدرج كامل، تامين كامل، تنسيق كامل، وبورسعيد بلدهم الثانيه ان شاء الله. سياده اللواء محسن شتا